السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض الجلاش الخطير ده. هنعمل صينيه جلاش بالكاسترد، ترند التيك توك الجديد. جربته وعجبني جدا، طعمه حلو ومميز وطريقته حلوه جدا. حاجه كده جديده مش متعودين نعمله، وطعمه جميل جدا. ان شاء الله هتجربوه ويعجبكم. يلا نسمي الله ونشوف الطريقه. عندي هنا لفه من الجلاش حوالي نص كيلو. هجيب ورقتين كده، يعني احنا هنبتدي نعمل الطريقة كلها بورقتين. نجيب ورقتين من الجلاش ونمسكهم كده ونتنيهم اول تانية كده، ونبتدي بقى ايه، نطبق بقية الطريقة بنفس الطريقة بالظبط. يعني نطبقها كده، نتني ونرجع نلفها ونتني تاني، بحيث ان هي كلها معانا تبقى نفس المقاس بالظبط ونفس الشكل. هي سهلة جدا، ومجرد ما هتعملي واحدة بعد كده هتعملي كله بسهولة. هتطبقي الورقتين وهم مع بعض كده، بصوا يدونا نفس الشكل ده بالظبط. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا ونبتدي نفرد فيها الجلاش ده بنفس الشكل ده بالطول بتاع الصينية. هنعمل الكمية كلها بنفس الشكل ده. هخلصها وارجع لحضراتكم علشان الفيديو ما يبقاش طويل. بصوا انا خلصت نفس الكمية بنفس الطريقة. الموضوع سهل جدا، مش هياخد معاكي وقت خالص. يلا هحطها في الفرن وارجع لكم. بصوا احنا هنعمل بقى الشربات بتاعنا. هنعمل الشربات او السيرم. حطيت كوباية من السكر، هضيف عليها كوباية من المية وعصرة ليمونة، ومش هنقلبهم خالص ونسيبهم يغلوا يعني لحد ما يتقلوا خالص، ويبقى نفس الشربات او السيرب بتاع الكنافة اللي هو التقيل، اللي هو التقيل قوي ده. هنسيبهم بقى يغلوا ويتقلوا، ونشوف بقى حطينا عصرة ليمونة. نشوف بقى الجلاش بتاعنا. انا دخلت الجلاش على درجة حرارة يعني حوالي 200 كده، قعد بالظبط يعني 5 دقايق وهخرجه تاني علشان نكمل باقي الوصفة. بصوا هو يا دوب اتشمع بس. بعد كده جبت كوباية من الزبدة سيحتها، وبعد كده بقى ايه، هنبتدي نحطها مع الجلاش. هنبتدي نسقيها كده للجلاش كله. احنا ممكن ندلق بالكوباية عادي، بس انا فضلت ان انا اعمل بالطريقة دي، بحيث ان يعني الاماكن كلها والفراغات كده والحتت المتنية ديت يدخل فيها كويس الزبدة معايا، وتبقى كلها متساوية زي بعض. يعني ما يبقاش في حتة فيها زبدة وحتة لا. انا هسقي الكوباية بتاعت الزبدة كلها للجلاش بتاعنا. ولو انتوا شايفين ان الكمية كتيرة ممكن تعملوا كوباية الا ربع، بس انتوا عارفين ان الجلاش بيحب السمنة الكتير او الزبدة الكتير عشان يطلع معانا مورق ومقرمش وطعمه حلو جدا. هنعمل الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة كده، بحيث ان انا اخلي الجلاش كله يتسقي من الزبدة بتاعتي ويبقى كله واخد طعم الزبدة. ما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك، ويلا نشوف هنكمل. بص هندخلها الفرن تاني بقى. بصوا بعد ما حطيت سقيتها كمية الزبدة بتاعتي كلها، هدخلها الفرن. الفرن انا مشغلاها تحت وفوق، ولو عندك تحت بس شغلي الاول وبعدين ابقي خليها تتكمل فوق وتاخد اللون اللي احنا عايزينه. هنعمل بقى الكاسترد بتاعها. حطيت كوباية من السكر، عليها كوباية من اللبن، وبعد كده هنبتدي نضيف عليهم بيضتين. هنضيف كله يعني اللبن بتاعنا بارد مش سخن طبعا، علشان البيض بتاعنا ما يستويش. فهنحط دلوقتي الفانيليا بتاعتنا. هنحط 2 باكت من الفانيليا او فانيليا سايبة حسب ما حضراتكم عايزين، فانيليا عادية او سايلة. هنقلب بقى كويس البيض مع اللبن مع السكر، بحيث ان ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص. هقلبه تقليبة حلوة جدا. بصوا خلاص كده بقى عندي اللبن والسكر والبيض جاهزين. هخرج بقى الصينية من الفرن، يعني دي تاني مرة احنا دخلنا فيها الصينية بتاعة الجلاش. هنخرجها نسقيها بالخليط بتاعها ونرجع نحطها مرة تاني. بصوا يعني هي كده خلاص داخلة على تسوية، يعني هي نص سوا كده، نص تسوية. هنحط عليها بقى كاسترد بتاعها. لما تجربوه يا جماعة الطريقة دي حلوة جدا. انا كنت فاكرة ان هي هتبقى معجنة او طرية او طعمها مش حلو،
بس والله طلعت جميلة جدا وطعمها مميز، ويعني مختلف عن الجلاش العادي اللي احنا بنعمله، وكمان شكله جديد كده وشكله جميل غير الجلاش المعتاد بتاعنا. هندخلها بقى الفرن تاني، يعني بالظبط هتقعد في المرة دي حوالي 20 دقيقة. 20 دقيقة واخرجها يكون الكاسترد استوى وهي احمرت كويس، وبعد كده اخرجها بقى وهتشوفوها بعد ما نخلصها. بصوا بعد ما خلص هي كده الجلاش بتاعنا استوى. بصوا بعد ما استوى بقى شكله حلو جدا، الكاسترد طبعا استوى والجلاش احمر كويس. هنبتدي بقى نجيب السيرم اللي انا عملته مع حضراتكم. هنرش السيرم بتاعنا كده حسب ما عايزين، ومش لازم نكتر يعني لان هي فيها سكر، احنا حطينا قبل كده كوباية سكر، فهنبتدي بس نرش رشة بسيطة كده علشان الجلاش بتاعنا يشرب كده. وهخلصه وارجع لكم. بصوا انا حطيت السيرب بتاعي كله. بصوا الجلاش بتاعي هنطلعه كده ونشوف شكله عامل ازاي. بصوا الجمال والحلاوة، بصوا مورق وحلو جدا ومستوي جدا. الطبقات بتاعتنا كلها مستوية وشاربة كده من الكاسترد، وطعمها وريحتها رهيبة وطعمها حلو جدا. والله لما تجربوها الطريقة دي هتعجبكم جدا، يعني انا عن نفسي حبيتها غير الجلاش العادي بتاعنا اللي احنا متعودين عليه. اول ما تعملوها شكلها حلو جدا وشكلها جديد وطعمها جميل، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.